في نقطه ثانيه من ازمات بورسعيد، ازمه السكن. ليه؟ لانه مساحه الارض مش كبيره، والحقيقه انا بسمع انه السكن في بورسعيد يمكن اغلى من القاهره والجيزه. تخيل متر الارض عندنا في بورسعيد وصل 120,000 جنيه، طبعا لا يعقل. عندنا الوحده ساكنه شايفه قدام حضرتك ديت بتوصل ل 6 و7 مليون جنيه. ده ارقام كبيره خياليه. خياليه طبعا. ده ليه؟ نتيجه حصار المنطقه الحره وانكماش. ما انا حدودي بورسعيد من الجنوب من ام خلف حتى ساحل البحر، ومن الغرب من الديبه حتى بلوزه شرقا. هذه المساحه احنا كلها اختصرناها عشان المنطقه الحره اللي هو شريحه صغيره جدا ان انت خدت السوق، فما ينفعش كده بيغلي سعر الارض. رقم واحد. رقم اثنين بورسعيد خنق. طب ايه الحل بقى بالنسبه لمشكله السكن؟ ان احنا لازم يبقى في امتداد لبورسعيد، والحمد لله سياده الرئيس مشكورا صدق على مدينه بورسعيد الجديده اللي في شرق بورسعيد، واحنا في صدد دلوقتي ان احنا بنعرض بورسعيد الجديده اللي في جنوب بورسعيد على اعلى مستوى. هيبقى 2 مدينه في بورسعيد، مدينه بورسعيد الجديده في الشرق ومدينه بورسعيد في الجنوب، بالاضافه ان احنا اسكان الشباب اللي بنعمله مشروع الاسكان الاجتماعي. ده حاجه عظيمه. التنفيذ فيه اخبارها ايه؟ احنا دلوقتي لسه التنفيذ وصلت دلوقتي للمرحله الاولى بنسبه 100%. احنا بندخل اعمال التدفئه فقط لا غير. بالنسبه للمرحله الثانيه في ناس استلمت؟ الناس ان شاء الله اعتبارا من شهر 10 ان شاء الله. بس لسه ما حدش استلم؟ لا لسه من شهر 10 ان شاء الله، عشان لسه اعمال التدفئه ولسه اعمال التخصيص بيتم في وزاره الاسكان ان شاء الله. ولسه في اراضي او مشروع المرحله الثانيه جديده. في مشاريع في مراحل، المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. المرحله الثانيه خلاص اوريدي احنا بنيناها وبيتم التشطيب فيها حاليا دلوقتي. والمرحله الثالثه والمرافق بقى وكل حاجه. الاسكان الاجتماعي بيختلف بقى عن الاسكان التعاوني؟ طبعا. الاسكان التعاوني كان فيه مشكله كبيره، كان متقدم 14,000. احنا انتهينا تماما من الاسكان الاجتماعي، واحنا في الاجراءات التنظيميه، الاجراءات اللي بنعد اللي هو لاعمال التسكين واعمال ان احنا بنشوف اولادنا اللي هم قدموا هيدفعوا كام بقى المقدم والحاجات دي. ده كل الكلام ده بيتم عن طريق بنك الاسكان والتعمير بالتعاون مع وزاره الاسكان. وفي شروط طبعا محدده. في شروط محدده. شروط احنا خلصنا شروط ان هو خلصنا. بس هي المشكله انه في ناس الحقيقه انا عارفه انه في شروط محدده وفي ناس عندها اولويه، بس في ناس ما تنطبقش عليهم الشروط ومحتاجين سكن برضه. انا ما اقدرش اغير في الشروط، ده قانون. وسياده الرئيس مشكوره في الاخر خلاص احنا هنمد الموضوع دوت المشاريع المستقبليه مش مشكله. لكن انا معلش انا في احترامي موضوع السن لما سن شغل اجتماعي السن من 40 ل 45. يعني ابني ما عنده اقل من 21 سنه اديله شقه واسيب اللي عنده 23 سنه. طيب الحاجه الثانيه السن لغايه 45 سنه في المشروع الاجتماعي ده اللي احنا فيه دلوقتي حاليا. المشروع الجديد مدود الجديد مدود 55 تقريبا او 50 سنه، لسه ما جاليش التعليمات بتاعته في التقديم الجديد. طيب هل انا اسيب ابني يؤدي اللي عنده 50 سنه و 55 سنه؟ يستحق. في مثلا ستة بتبقى أرملة بتبقى محتاجة. لا الأرامل أنا أعطيتهم كلهم 100%. الأرامل أنا أعطيتهم كلهم بنسبة 100%. 635 أرملة ومطلقة أنا أعطيتهم بنسبة 635 اللي بينطبق عليهم. ومنتظرين. احنا بنتكلم في المرحله الاولى انتهت وداخلين على المرحله الثانيه. هل في تفكير بقى احنا اتكلمنا بتخصيص اراضي ثانيه بقى؟ في الشرق وفي برضه في الجنوب وهيبقى في الغرب برضه. ويمكن كمان برضه حاجه ثانيه خاصه بالسكن ان كان الناس بيقولوا احنا عايزين نعلي الادوار والتربه بتاعت بورسعيد ما تسمحش بالتعليم. بورسعيد الارض صعبه قوي ما تسمحش، وعشان كده تكلفه البنى في بورسعيد غاليه جدا. عشان نوعيه التربه. عشان نوعيه التربه بتبنى على بنحل تربه بالاضافه ان بنعمل خوابير وخوازيق في الارض، فالتكلفه تبقى بتزيد. وبالتالي برضو ما تقدروش ان انتوا تعملوا الناس قالت طب ما احنا نعمل بقى زي الابراج اللي احنا بنشوفها بقى في دبي وكده، بس ده ما ينفعش. احنا عملنا في الجزء الاول من الاسكان الاجتماعي احنا عملنا لغايه 36 متر 11 دور. وده التربه تسمح بيه. التربه تسمح بنبني.